ونروح بعد كده للمركز ال 13 مع أحد أقوى أفلام الأنمي الفانتازيا سمر وورز، أحد أقوى أفلام استوديو ماد هاوس، زيه زي استوديو جيبلي كده. أفلامه القوية كتيرة جدا، وكتير جدا منها اترشح للقايمة دي، وكمان الحلقة دي هتبقى لأفلام الاستوديو ده، زي أول 7 أفلام كده كان معظمهم تبع استوديو جيبلي. هنا بقى ماد هاوس هو المسيطر. واتكلمت قبل كده عن أعمال كتير له، زي مثلا بيرفوت جين، سواء الفيلم الأول أو التاني، ولا مسلسلات الأنمي الأسطورية اللي عملها زي مذكرة الموت ومانستر وهانتر الجديد وون بانش مان وغيرها الكتير من الأنميات القوية. وده أول فيلم للأستوديو ده يظهر معانا في القايمة، واتعرض في 2009 وعمل إيرادات في أول أسبوع بس عدت $1,000,000. لك أن تتخيل الفيلم ضرب إزاي، وفاز ب10 جوائز وترشح ل5 تانيين، منهم واحدة جايزة آني، وطبعا ده إنجاز كبير معظم الأفلام ما بتشمهاش حتى. وبداية قصة الفيلم اتهرست في أفلام كتيرة، زي إن واحدة تاخد واحد معاها البيت وتقول لأهلها إنه جوزها أو خطيبها بدون ما تقول له حاجة مسبقا. نفس الفكرة دي هنا، البنت دي طبت فجأة على صاحبنا وقالت له عايزاك في شغلانة، وطبعا علشان هو معجب بيها أصلا وافق بدون تردد، وتفاجئ باللي هي عايزاه فيه لما قابلت جدتها العجوزة اللي عدت ال90 سنة وبتقول لعيلتها بإن ده خطيبها. لحد هنا الفكرة مهروسة وشفناها في أفلام عربي حتى، لكن بعد كده يحصل زي في الهاكر كده في عالم افتراضي، وهيضطر صاحبنا يستعين بعيلة البنت كلها علشان يحلوا المشكلة الكبيرة اللي على وشك إنها تحصل. هو أنا مش فاهم حاجة، بس هو حوار كبير ومليان أكشن وحاجات كده ملهاش تفسير، بس الفيلم ضرب جامد يعني، لأن مخرج الفيلم مامورو هوسودا اللي طلب منه بعد نجاح فيلم The Girl Who Leapt Through Time إنه يعمل فيلم جديد يضرب، حتى شبهه من ناحية الرسومات، وده أحد أسباب وصول الفيلم للنجاحات دي.